القضية الأخرى هي التدفقات الإسكيتية الوافدة من الشمال أعوام 800 قبل الميلاد، والتي ترجع أصولها إلى القبائل ذات الجذور القوقازية المكتسبة لهوية واضحة المعالم. لكن هذه القبائل المنتشرة في كل الأماكن، بدءا من أراضي أوروبا الداخلية إلى أعماق آسيا، ومن سهوب روسيا الجنوبية إلى ميزوبوتاميا، لم تترك آثارا واضحة المعالم بسبب اعتمادها على القوة الجسدية أكثر من الثقافة. لكن الإسكيت لعبوا دورا شبيها بدور القبيلة العبرية في بناء وهدم العديد من الإمبراطوريات. نستخلص من ذلك أنهم قدموا خدمات جليلة كحاشية عسكرية، وأنهم وهبوا نساءهم إلى القصور. هذا هو الدور الذي قاموا به مؤخرا ضمن الإمبراطورية العثمانية، لا يزالون مستمرين عليه في عهد الجمهورية التركية أيضا. لكن يبدو أنهم عجزوا عن الحفاظ على هويتهم بقدر ما فعل العبريون، بالرغم من أنهم أضافوا بطابع نسبهم نكهة مغايرة على الثقافات. قد تكون نساؤهم شهيرات بالحسن والجمال، وربما بالإمكان الحديث أيضا عن مواقفهم الباسلة. وعليه فإن الدور الذي قام به الإسكيت وأمثالهم في الجيل الأول من مجتمع المدنية هو موضوع خليق بالبحث والتمحيص. بالإمكان تناول ظاهرة المركز الأطراف أيضا كفرضية في البحوث المعنية بتشكل الأنظمة التاريخية، فعندما تكون مراكز المدنية موضوع الحديث، فإن التساؤل عما يحصل في الأطراف يحظى بالأهمية. فعندما تأسست مراكز المدنيات السومرية والمصرية والصينية لأول مرة في التاريخ، كانت قوى الأطراف المهمة بالنسبة للسومريين والمصريين هي قبائل الآراميين والعابيرو ذات الأصول السامية، وقبائل الهون التي تعد من الأتراك الأوائل بالنسبة للصينيين، والقوطي بالنسبة إلى الرومانيين. وعندما تعلم زعماء قبائل هذه الأنساب التي تشهد مرحلة البربرية العليا غالبا كيفية استخدام أسلحة المدنية واستحوذوا عليها، باتوا يهاجمون ويدافعون بطراز أشبه بحرب الأنصار. كانت مصائرهم تنتهي بالانصهار في مراكز المدنية الحاكمة، أو بتأسيس مراكز مدنية في الأطراف تكون مماثلة ببناها لتلك المركزية. وعلى سبيل المثال، تداول العموريون الآكاديون على شكل سلالة منفصلة حصيلة هجماتهم المتوالية دون انقطاع، كما أسس العبريون مملكتهم المستقلة اعتمادا على ما تعلموه في مصر لتنفيذه على أرض الواقع، في حين كان الهون ممن ترك بصمته على أعتى حركات الأطراف التي شهدها التاريخ. لكنهم لم ينجوا من الانصهار في الصين وأوروبا، بل وحتى في إيران. فبينما انصهر زعماء القبائل عموما في ثقافات مراكز المدنية بتحولهم إلى قيادات حاكمة، فإن فروع القبائل الفقيرة عاشت على الهامش مدة طويلة من الزمن، أو بقيت تجرب حظها مجددا في مواصلة مقاومات وهجمات مماثلة تحت إمرة زعماء جدد. أما القوط الذين شنوا هجماتهم المتتالية على روما فشادوا لبنات الإمارات الألمانية، بل ووضعوا تاج روما على رؤوسهم في بعض الأحيان. يبرز لنا التاريخ زعماء قبائل المغول والأوغوز التي احتلت مكانها في تأسيس أولى الأسر الحاكمة العثمانية كمثال نفيس يدل على أنهم كانوا قوة مهمة بالنسبة للمدنية البيزنطينية من بين قوى الأطراف، وأنهم استولوا على المركز بعد تنازع دام مئات السنين بين الأطراف والمركز، ليتخلصوا من كونهم في الأطراف ويتحولوا إلى مركز بحد ذاته. والإسكيت المنحدرون من الشمال عموما ومن بلاد القفقاس خصوصا كانوا أيضا قوة من قوى الأطراف التي أدت دورا رئيسيا في مراكز الجيل الأول من المدنية على وجه الخصوص. فعندما تعرفوا على المدنية وتسلحوا بأسلحتها غدوا قوة هجومية مذهلة. يعتقد أنهم كانوا فعالين للغاية بين أعوام 3000 قبل الميلاد و500 قبل الميلاد، ورغم تأديتهم دور الجنود المرتزقة وخدم القصور بالأغلب، إلا أنهم بقوا قاصرين عن بناء مراكز مدنية مهمة باسمهم، ولم يتخلصوا من الانصهار بنسبة كبرى. التطورات في ثقافة الصين والهند والهنود الحمر. سيكون من المفيد القيام بالرصد السريع للتطورات التي طرأت على ثقافات الصين والهند وثقافة الهنود الحمر في أمريكا ضمن إطار نظم مدنياتهم التي اتسمت بطابعها الخاص والمتميز. ومثل ما ذكرنا سابقا، فمع انتهاء العصر الجليدي الأخير غدت الصين المنطقة الأهم للمجموعات النازحة من الجنوب الغربي لسيبيريا نحو أقصى الجنوب، لتستقر فيها اعتبارا من أعوام 10,000 قبل الميلاد.
فالأراضي الخصيبة على شواطئ البحر والأنهر الكبيرة ووفرة النباتات وشتى أنواع الحيوانات قد منحهم ميزات مناسبة جدا لظهور الثقافة النيولوتية وحضارات المدائن. هذا ويلاحظ تطور ثورة نيولوتية صينية خلال أعوام 4000 قبل الميلاد. تكمن المسألة المهمة هنا في معرفة مدى تميز هذه الثورة الزراعية النيولوتية بطابعها الخاص ومدى تأثرها بالثقافة الآرية المنتشرة، إذ لا يعتقد بعدم انعكاس الثقافة النيولوتية الآرية على الصين باعتبار أن تلك الثقافة نشأت قبلها ب6000 عام على الأقل. تزداد أهمية كون الثقافة الآرية تلعب هنا دورا معينا ومصيريا، إذ يسرد التاريخ لنا كيف أن الثورات الثقافية العظمى لم تتكون بسهولة، بل تطلبت على الدوام تحقق المدة الأطول وتوفر الظروف الخاصة بها. وحسب تخميني فبقدر ما تكون اشتراكية الصين ورأسماليتها الراهنة محلية وأصلية وخاصة بها، تكون نيولوتيتها ومدنيتها أيضا خاصة بها ومتسمة بطابعها المحلي. أرجو أن لا أفهم خطأ، لكن لا يساورني الشك أبدا حتى في أن أكثر الرأسمالية المنعوتة بالقوموية مستوردة من الخارج. هذا ما يسري على الصين أيضا. يمكننا القول أن جميع التطورات اللاحقة عبر انتشار نيولوتية الصين نحو فيتنام وغيرها من شبه جزر الهند الصينية وشبه الجزر اليابانية والأندونيسية وشبه الجزيرة الكورية تشير إلى استحالة إرجاع تاريخها إلى ما قبل أعوام 4000 قبل الميلاد. يقارب التاريخ المرتأى لولادة المدنية الصينية العبودية أعوام 1500 قبل الميلاد. يمكنني القول أن أول أعظم إمبراطورية مركزية قد تأسست في هذه الأزمنة، وأنها كانت عامرة بالعديد من المقدسات وكانت بمثابة أورك الصين. أما في أعوام 10,000 قبل الميلاد فنلاحظ انتشار التمدن في الصين بعد مرحلة التأسيس تماما مثل ما حصل لدى السومريين والمصريين. تشهد هذه المرحلة الثانية تأسيس عدد جم من دول المدينة ونشوب صراع تنافسي حاد بين المدائن شبيها بما كانت عليه حال السومريين في عهد مدينة أور. أما المرحلة الثالثة فيما بين أعوام 250 قبل الميلاد و250 ميلادي فتتعزز مكانة السلالات الحاكمة المركزية فيها مرة أخرى لتترك بصماتها على العهد الإقطاعي. قد تكون هذه السلالات محلية أو دخيلة في أصولها، لكنها تستمر بنفوذها الصارم إلى بدايات القرن العشرين. خلال هذه المرحلة نشهد انتشار المدنية الصينية في أعوام 500 ميلادي ضمن جزر الهند الصينية والجزر اليابانية وبين المغول والأتراك الأوائل في آسيا الوسطى. الغريب في شأن الثقافة الصينية هو غلبة تفسير حكمائها للكون بدلا من اختراع الآلهة على غرار الكهنة السومريين. هذا وتغلب السمة العلمية على شروحهم واصطلاحاتهم بصدد الكون والطبيعة، حيث يتصورون الكون حيا، كما أن تعريفهم للطاقة مفيدة. وبشكل عام يطلق على الروحانية الصينية اسم الطاوية التي يمكننا تسميتها أيضا بالحكمة. يسعى كونفوشيوس الذي عاش في أعوام 500 قبل الميلاد إلى تنظير مبادئ وأخلاق نظام المدينة والدولة الحضاريتين. من هنا يعزى إلى مذهب كونفوشيوس إسناد حكم مجتمع الدولة إلى الأخلاق السليمة عوضا عن القوانين الرسمية، حيث يعمل على الرقي بها، مؤثرا بذلك في مجتمع المدني الذي ينتمي إليه، بما يضاهي ما كان عليه شأن زرادشت وسقراط اللذين عاشا في نفس الفترة. غالبا ما يؤكد هؤلاء الحكماء العظام الثلاثة على أهمية الأخلاق والفضيلة الجوهرية. إنهم صائنو الأخلاق وحكماؤها.